إلى اليوم لم ينتهي حبل كذبهم، ففي جعبتهم المزيد والمزيد. أحمد البياسة تناقلوا خبر قتله محددين بدقة أسماء من عذبه وقتله، ليظهر لاحقا بالصوت والصورة يروي الحقيقة. رجحت مصادر النشطاء مقتله لاحقا تحت التعذيب في دائرة المخابرات بكفر سوسة في دمشق، وقالت إنه مدير المخابرات السورية علي مملوك أشرف على التحقيق معه لظهوره في شريط المصور يؤكد وقوع الحادثة بتاريخ 12 من الشهر الماضي. أن الشاب السوري أحمد البياسي قتل تحت التعذيب في أحد مراكز أمن الدولة السورية في منطقة كفر سوسة. بعد ما رجعت على البيت تأكدت من هالشيء بتاع التلفزيون على قناة العربية إنه حاطين بالشريط الأخباري إنه وفاة الشاب أحمد البياسي اللي هو أنا تحت التعذيب في إحدى المعتقلات يعني أو السجون. هذا جزء لا يتجزأ من حملات التحريض التي تقودها القنوات الناطقة بالعربية، والتي أصبحت تمارس كل أنواع التحريض في انهيار كامل لمنظومة القيم والمعايير المهنية والأخلاقية للعمل الإعلامي ولمواثيق الشرف الإعلامية، دون التأكد من مصدر وصحة المادة المصورة، وخاصة عندما تكون هذه المادة مفبركة في غرف تحرير هذه القنوات وناشطيها السياسيين والحقوقيين المنتشرين في أصقاع الأرض، وذلك لتحقيق أهداف وأجندات خارج إطار وأخلاقية مهنة الإعلام ومبادئها. ولكن الحقيقة الواضحة بالصوت والصورة للشهيد الحي الذي تفاجأ بالخبر ننشرها أمامكم. فاجأت استغربت كثير من هذا الخبر ومن اللي باعت هالخبر وكيف بيبثوا هيك خبر كاذب ومهين، يعني مهين انه والله انا توفيت وانا ما في لا حدا اعتقلني ولا حدا استدعاني وعم مارس حياتي الطبيعيه. هذه هي سياسة قنوات التحريض والتضليل الإعلامي على سوريا لإشعال نار الفتنة، وكأن حياة السوريين باتت من أولوياتهم. يقتلون على شاشاتهم من يقتلون ويحيون من يريدون.